السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا حلة على النار فيها مية، هنزل عليها بالليمون اللي احنا غاسلينه كويس جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين حجم الليمونة صغير جدا، بس هي الكاميرا اللي مكبرة. انا بوريكم ان هو حجمه صغير، انا لقيته في السوق فقلت لازم اخلله 10 دقايق. بعد ما يغلي هصفيه بقى كده من المية بتاعته واحطه في طبق، وهغسله تحت الحنفية عشان اوقف عملية التسوية. زي ما انتم هتشوفوا كده بجد حجمه صغير وتحفة وعسل وحاجة كده مسكرة. هحضر بقى المية بتاعتنا وهحضر برطمان مع الكامينو، ومعايا بقى معلقة من السكر ومعلقة من الشطة. هحطهم كده جوه البرطمان، والسكر مادة حافظة للمخلل، ويا دوبك هما اسبوعين وهنفتح عليه على طول. احط بقى معلقتين من الملح، هدوبهم كويس جدا وهدوق كده الميه محتاج ملح تاني ولا لا. وطبعا دي براحتكم خالص، موضوع الملح بتحبوه حادق بتحبوه متوسط براحتكم. هنزل بقى بكوبايه الا ربع من الميه اللي سلقنا فيها الليمون اللي احنا غاسلينه كويس جدا جدا كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى بكميه ليمون وكميه ميه. عايزين بقى تحطوا بقى هريسه فلفل احمر، عشان تحطوا قرون كده فلفل اخضر، براحتكم خالص. بجد هو مش محتاج اي حاجه معاه، بجد مسكر يا دوبك هي واحده على قد القطنه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. هخلص بقى كل الكميه، وهنزل بمعلقه كبيره من الزيت تحميه من البكتيريا وتديله لمعان كده. لما تيجي تحطيه كده في الطبق بجد تحفه خطير. وهحط كيس واقفل كويس وهرج كله كويس عشان كل المكونات تندمج مع بعضها. واسبوعين وهنفتح عليه. يا رب الوصفه تعجبكم.